من ضمنهم حتى العراقيين صف لاين، إذا خلصوا العراقيين بدأوا يعطون الكويتي والمقيم. العراقيين يمكن يجون من العراق عشان ياخذون خبز من الكويت. ما هو بعيد. نعم. يعني شيء شغل. ف جوهم قالوا تعطونا القمح اللي موجود. نعم. كان في مخزون مو بسيط عن شركة المطاحن. اتخذوا قرار انهم يطحنون ليل نهار، فاخذوا يطحنون ليل نهار ووزعوه على مراكزهم مخابزهم. نعم. وطبعا المخازن الرئيسية يخزنونها دائما على الكمبيوتر، فعملوا برمجة صعب على العراقيين يكتشفون المخزون. وطبعا هذا اللي كان ينتهي، وهذا جزء من المقاومة والعساكر. هو بقول لك ينقل لي أنا كان مطلق يوسف الزايد موجودين نعم. والتقي فيه اثناء الاحتلال. اي فينقل لنا مثل المعلومه هذه، يعني كذا والى اخره. حتى بالنسبه للخبز احنا يوميا يروح واحد من قبلنا الفجر المخبز كيفان. نعم. و يجيب 500 خبزه 300 خبزه يقطع عليه بخيشم ورا، ونخزنها عندنا بالفريزرات. دائما عندنا 10,000 8,000 7,000 خبزه ما شاء الله نوزع يومي. أيوة. بس ستوك موجود عندنا هل يوميه، يعني طبعا فلوس ندفع الفلوس. نعم. بس يقطونها عليهم ورقه. نعم. بالبيع. بالبيع. اي نعم.